طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وخالط الرئيس السياسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحسن تعزيز العلاقات الثنائية. ازدياد أعداد المتبرعين الطوعيين في عنسبة. حريق تسبب في خسائر بالغة في الممتلكات والمنازل في منطقة الهبو. الرئيس الروسي يطالب بتكثيف أنشطة مكافحة التجسس ضد الغرب. إيران تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمناورات مقبلة. حريق غابات في كوبا يهدد مئات السكان مع اقترابه من منطقة مأهولة. من العناوين إلى التفاصيل. بحث فخامة الرئيس سياس أفورقي وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان ظهر اليوم في الرياض تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وتناول اللقاء الزعيمان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وكذلك الجهود الجارية والقضايا الثنائية الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح مفوض الإعلام من الرياض بأن الطرفان توصلا إلى تفاهم حول البرامج العامة المشتركة بما يخدم مصلحة العلاقات الثنائية للبلدين في الوقت الحالي والمستقبلي. وحضر اللقاء من جانب المملكة العربية السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الأمير مساعد بن علي ووزير المالية محمد بن عبد الله جدعان وسفير المملكة في إريتريا صقر بن سليمان القرشي. وقد توجه الرئيس سياس أفورقي إلى المملكة العربية السعودية بعد ظهر أمس تلبية لدعوته من حكومة المملكة في زيارة رسمية تستغرق يومان. دعت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة لإكمال سريع لمشاريع المياه في مديريتي مصوع وقلعلو وبدء خدماتها. جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها من 25 وحتى 27 من فبراير المنصرم لتفقد أعمال صيانة خطوط المياه وخدمات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية. وبحثت لدى لقائها إدارات الضواحي ولجان القرى صيانة خطوط المياه والمستوى الذي بلغته. وحصلت لدى تفقدها عيادة ضاحية بادة لبذل الجهود لسد نواقص العيادة لتقديمها خدمات جيدة. كما شاركت السيدة أسمرة أبرهة في الحفل الذي أقامته فرقة نسري الفنية التابعة للقيادة الشرقية لأفراد الجيش وسكان بادة. في إطار الجهود الحسيسة والتوعيات المكثفة والتنظيم الجيد الجاري، ساهم ارتفاع فهم ومعرفة المواطنين حول أهمية التبرع الطوعي بالدم، مما أدى ذلك إلى زيادة المتبرعين الطوعيين في إقليم عنسبة. وذكر رئيس الجمعية في الإقليم السيد النور أحمد أهمية الجمعية هو تجهيز دم آمن وكافئ، مشيرا إلى أن العمل الجاري لرفع وعي المجتمع حول تبرع الدم يدفع إلى توسيع التنظيم والتأطير. وأشار إلى أن الأنشطة التنظيمية كانت منحصرة في المدارس والطلاب فقط، إلا أنها ارتقت في الوقت الحالي إلى توسيع التأطير والتنظيم في أوساط الجيش والشباب العمال والجهات الأخرى، مما ساهم ذلك في زيادة العدد. وقال أن الإقليم شهد خلال عام 2019 تبرع ب 350 كيس دم، ولكنه ارتفع خلال العام الماضي إلى أكثر من 1250 كيس دم، مشيرا إلى أن توسع التنظيم في المديريات وتجميع المدارس في الأندية من أهم البرامج المستقبلية. يذكر أن عدم وجود فرع بنك في إقليم عنسبة وقصور التسهيلات يعتبران من أهم التحديات التي تواجه الإقليم.
نظمت لقاءات حول تعزيز وتقوية المساهمة والكفاءة الطلابية في مائدة التعليم في مديريات الإقليم الجنوبي والجاش باركا وشمال البحر الأحمر. وتناولت اللقاءات المنتظمة في مديريات قنداع وفورو وقال نفحي وملقي ولوق عنسبة وعدخالة ومايعين والجنوب الغربي الأسمر أوضاع الطلاب ونتائجهم والجهود الجارية لتحسين الكفاءة وتطوراتها والامتيازات والقصور في النصف الأول. وأشار المشاركون بمساهمة المواطنين الفاعلة للتقليل من قصور المدارس حسب مناطقهم، داعين للقيام بمتابعة جادة لعملية التطيب والمقاطعة في المدارس وخاصة في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وناشد المدراء لخلق آفاق تعاون جيدة بين الآباء والمعلمين والتشاور في مواضيع تساهم في كفاءة الطلاب، إضافة إلى أن النتائج الجيدة التي لا تتحقق إلا بجهود الطلاب. وقدمت في الختام آراء وتوصيات حول الدفع بالدعم الجاري لمساعدة الطلاب الذين حققوا نتائج ضعيفة، وتعزيز دور الشركاء وخاصة المرأة، ومنح اهتمام أكبر لقلة الكتب والمقاعد الدراسية الظاهرة في بعض المدارس. تسبب الحريق الذي نشب يوم 28 من فبراير المنصرم في منطقة ألبو في خسائر بالغة أضرت بالمنازل والممتلكات. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرانا بأن الحريق الذي نشب بأسباب غير معروفة حتى الآن في كوخ واحد وصل في إحراق 46 كوخا وغرفة واحدة ل 15 أسرة مع كامل ممتلكاتها. كما تسبب الحريق في تدمير مآوي وممتلكات عدد من الأسر. وشارك في إخماد الحريق سكان المنطقة وسيارات إطفاء من تسني وهيكوتا وكذلك صهاريج المياه. ورغم نشوب حرائق مستمرة في منطقة ألبو، إلا أن هذا الحريق يختلف من حيث الانتشار والأضرار. وتقع منطقة ألبو التي تعتبر واحدة من 12 ضاحية بمديرية هيكوتا تقع على بعد 25 كيلومترا من ناحية الغرب في طريق تسني هيكوتا الرئيسي. تشهد منطقة تخندع في مديرية عدقية أنشطة نفير تنموي لحماية التربة وحفظ المياه. وأوضح مدير الضاحية السيد سلطان عامي بأن النفير الذي بدأ منذ الأول من شهر يناير لعام 2023 أنجز حتى الآن أكثر من 50 كيلومترا من المدرجات، ويتم إنجاز المهام عبر مشاركة 500 مواطن بالعمل 3 أيام أسبوعيا. يذكر قرص أكثر من 50,000 شتلة في إحدى مناطق الضاحية عام 2002 وبناء مدرجات في 40 هكتارا وإعداد حفر للشتول. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرانا بأن مؤسسة القلال والمواشي تقوم بزراعة الأراضي الزراعية بأسعار زهيدة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي لتكثيف جهود مكافحة التجسس لسد أنشطة وكالات الاستخبارات الغربية. وقال بوتين لضباط جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي في خطاب تم بثه عبر التلفزيون الرسمي أن الاستخبارات الغربية وسعت من عملها ضد روسيا، لذلك يجب أيضا تعزيز مكافحة التجسس. وأضاف بوتين أن الاستخبارات الغربية تقوم بنشر المزيد من الأفراد وموارد فنية وموارد أخرى للضغط على روسيا. وقال أنه بالإضافة إلى محاولة تنشيط خلايا الإرهابية والمتطرفة، أرادت وكالات الاستخبارات الأجنبية تسلل إلى برامج الأسلحة والتكنولوجيا الروسية الجديدة. كما دعا بوتين جهاز الأمن الاتحادي المسؤول عن أمن الحدود في روسيا إلى تكثيف الضوابط عند المعابر إلى أوكرانيا لمنع الجماعات التخريبية والأسلحة من دخول البلاد.
أعلنت إيران أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش ستجري تدريبات عملية استعدادا للمناورات المقبلة. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن قيادة الدفاع الجوي المشتركة في بيان لها أن جزءا من أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني ستجري تدريبات عملياتية تمهيدا لمناورات مرتقبة. وفي السياق نفسه كان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في 17 من الشهر الماضي إجراء مناورة عسكرية في مياه الخليج باستخدام أنظمة كروز الصاروخية والمسيرات وأنظمة الدفاع الجوي. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي قال إن بلاده ستلاحق العدو في أي مكان في العالم إذا تعرضت السفن الإيرانية في البحار لأدنى اعتداء. أكدت سلطات كوبا أن حريق الغابات التي اندلعت قبل أسبوعين لم تتم السيطرة عليها بعد، ولا تزال تمثل قلقا رغم عدم الإبلاغ عن حالات وفاة حتى الآن، مشيرة إلى أن إيران تقدمت بالفعل على مساحة تزيد عن 1300 هكتار وغضت على أشجار الصنوبر بشكل كامل. وقدمت السلطات الكوبية دعم بطائرات انضمت إلى ما يقارب من 400 من أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة والإطفاء والمزارعين الذين شاركوا في محاولة لإخماد النيران. وأوضحت الصحيفة أنه تم نقل 18 شخصا للمستشفيات، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات وفيات، مشيرة إلى أن النيران تقدمت بسرعة في بعض المناطق. وشهدت كوبا منذ بداية العام الجاري 2023 سلسلة من الحرائق، فقد تم الإبلاغ عن حرائق أخرى في الغابات أدى إلى أضرار جسيمة لأكثر من 1000 هكتار من الغابات في بلدية مياري وأيضا المناطق الجبلية. يحفل معرض برشلونة للأجهزة المحمولة بعدد كبير من الأدوات الجديدة والابتكارات المتقدمة في عالم التكنولوجيا والاتصالات، من الاستنساخ الأبدي إلى الهيكل العظمي الخارجي المتصل. وتعهد خبراء قطاع التكنولوجيا بسونامي من الابتكار في ظل تنامي المصاعب في هذا المجال، خصوصا بفعل تراجع مبيعات الهواتف الذكية وموجات الصرف من الشركات الكبرى. وابتكرت شركة الاتصالات الهاتفية الكورية العملاقة اسكي تيليكوم بالتعاون مع شركة ناشئة مركبة أجرة طائرة ستتيح بحسب مصمميها تقصير الوقت الذي يستغرقه التنقل في المدن المزدحمة بالطرق. وتعتزم الشركة الكتالونية التي تجري منذ سنوات اختبارات للهيكل العظمي الخارجي لإطلاقه في يونيو المقبل في السوق الأوروبية، وهو يمكن الأشخاص الذين يعانون من إصابة في الحبل الشوكي من الوقوف من كراسيهم المتحركة والمشي مجددا. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. فخامة الرئيس سياس أفورقي وولي العهد السعودي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية. ازدياد عدد المتبرعين الطوعيين بالدم في عنسبة. حريق تسبب في خسائر بالغة في الممتلكات والمنازل بمنطقة ألبو. الرئيس الروسي يطالب تكثيف أنشطة مكافحة التجسس ضد الغرب. إيران تجري تدريبات عسكرية استعدادا لمناورات مقبلة. حريق غابات في كوبا يهدد مئات السكان مع اقترابه من منطقة مأهولة. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.